ازاي تلعب مع صديقك في مباراة في لعبة دريم ليج 2023 الأصلية. لو انت يا صاحبي عايز تعرف الطريقة تابع معانا الفيديو ده للآخر، وما تنساش تخبط لايك، ولو انت أول مرة تشوفنا وتأنست في القناة ما تنساش انك تدعمنا بالاشتراك، وكمان تفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد لحد عندك، واكتب لنا كومنت محفز. وشكرا لكم جدا، ويلا بينا نبدأ الفيديو دلوقتي يا شباب. انت أول ما بتفتح اللعبة بيبدأ معاك بالواجهة الرئيسية بتاعة اللعبة اللي قدام حضراتكم دي. بتبدا انك تضغط على كلمه لايف اللي تحت ده صاحبي، زي ما انت شايفها كده، تقدر تضغط عليها ضغطه. تمام. هيبدا يجيب لك الواجهه ده صاحبي بدون اي مشاكل. هتبدا انك تضغط على كلمه مباراه مع صديق اللي هي في النص اللي فوق ده صاحبي، هتبدا انك تضغط عليها ضغطه. هيبدا يجيب لك حاجه اسمها رمز المباراه. طبعا زي ما انتم شايفين كده رمز المباراه اهو. بتبدا يا صاحبي انك تكتب هنا اي رمز او اي كلام. تمام، مثلا 5 5 اي رقم. بتبدا انك تكتب نفس الرقم ده على الموبايل بتاع صديقك. تمام. ويبدا انتوا الاتنين تدخلوا بنفس الرمز ده، وتضغط على كلمة البحث، ويبدأ كمان هو يخش على كلمة البحث، وتبدأوا انتوا الاتنين تخشوا المباراة بدون أي مشاكل يا صاحبي، وتلعبوا وتستمتعوا باللعبة. طبعا هو مش هيجيب لي حاجة هنا، هيبدأ يقول لي خطأ زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم كده اهو. زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم هيقول لي في اتصال بالإنترنت ليس مستقرا، لأن مفيش حد كتب نفس الرمز، فبالتالي هيقول لي في خطأ. فانتوا الاتنين تعملوا نفس الرمز، هيبدأ يدخلك على المباراة مباشرة يا صاحبي بدون أي مشاكل. ودلوقتي احنا وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش انك تدعمنا بالاشتراك، وكمان تفعل زر التنبيهات، واضغط لايك يا صاحبي. والشكر لكم جدا، وكان معكم مصطفى، والسلام عليكم.